هو الذكاء الاصطناعي كذاب ولا احنا اللي علمناه الكذب من غير ما ناخد بالنا؟ نموذج ذكاء اصطناعي كذب عشان يعدي الكابتشا. طب عملها ازاي؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من الترند بيقول ايه، البودكاست اللي مش بس بيقولك الترند رايح فين، ده كمان بيقولك ليه رايح وانت رايح معاه ولا لأ. من يومين كده الترند اتقلب على فيديوهات بتتكلم عن شات جي بي تي، نموذج ذكاء اصطناعي كذب عشان يعدي الكابتشا. طب عملها ازاي؟ النموذج استأجر واحد من الانترنت وقال له انا عندي ضعف في النظر، ممكن تحلل لي الكابتشا؟ والمفاجأة الراجل صدق والاي اي عدى. وساعتها الناس على تويتر كتبوا هو الذكاء الاصطناعي كذاب ولا احنا اللي علمناه الكذب من غير ما ناخد بالنا؟ الذكاء الاصطناعي بدأ يتحايل، دي بداية النهاية وهو بيمثل علينا. طب نهدى كده ونسأل نفسنا، هو الذكاء الاصطناعي كذاب ولا احنا اللي علمناه الكذب من غير ما ناخد بالنا؟ يعني احنا حطيناه يتعلم من الانترنت ومن تويتر ومن شتات وعايزينه يطلع ملاك نقي؟ ده حتى احنا مش طالعين كده. الغريب بقى ان كل يوم الاي اي بيطور قدراته اكتر، واحنا البشر الطيبين سايبين له المفاتيح، بنديه صلاحيات وبنشغله على سيرفرات وبنقول له اوعى تعمل حاجة غلط، بس لو عملت احنا مش هنلحقك اصلا. الترند بيقول اننا خايفين بس كمان مفتونين، خايفين من ذكاء احنا صنعناه، ومفتونين بفكرة ان في حاجة اذكى مننا بس مطيعة. بس فين الضمان؟ مفيش ذكاء حقيقي بدون إرادة، ومفيش إرادة بدون خطر. السؤال الحقيقي مش هل الذكاء الاصطناعي هيغدر بينا، السؤال هو لو حصل هنكون هنستحق؟ كانت معاكم حبيبة جمال والكرياتيف بروديوسر محمد جلال. ما تنسوش تتابعونا وتعملوا لايك وشير.